تنظيم القاعدة وجرح عشرات آخرين في معارك بين قوات الجيش ومسلحي القاعدة بمديرية ميفعة في محافظة شبوة شرقي البلاد. وأوضح المصدر أن معظم قتلى التنظيم أجانب من السعودية وأفغانستان والصومال والشيشان وغيرها. ومعنا من محافظة شبوة الشيخ عوض بن الوزير العولقي أحد مشايخ قبائل شبوة. سيد عوض، يعني في سؤال الاصطفافات المطروح الآن بشكل كبير، على أي مسافة تقفون من الصراع الدائر الآن بين الحكومة وتنظيم القاعدة؟ أهلا وسهلا. أولا أكيد أن هذا القاعدة هي آفة دولية ليس لها في اليمن، وينبغي أن نحد من هذا التصرف وقتل الأبرياء. ينبغي يجب محاربته بالأفكار بالسلطات. هذا شيء ما العوالق انها خرابيط بهذه الاشياء وهذه التصرفات، ولا اي انسان عنده العقل او المنطق انه يشجع على مثل هذه الامور. لكن ينبغي ان يكون هناك متابعات ويكون جابهة الفكر بالفكر كمصالحات ومناصحة افضل. لكن في الاول تطورت الامور واتسعت، وكان اليمن فيه اكثر أجانب، ليش اليمنيين الذين هم موجودين في اليمن، بل الأجانب من كل أنحاء العالم. أصبحت بؤرة في محاربة هذه الآفة. ولكن تنظيم القاعدة في أبين وشبوة اسمه بالتحديد جلال المرقشي قال إن التنظيم يلقى مساندة من القبائل وشيوخ القبائل. القبائل انها كلها تساعد هذه الامور تساعد، لكن الناس كل له اتجاه، كل له راي، كل له فكر. فاعتقد مع الكثير انهم ينقلون هذه التصرفات، لكن ما في هناك مشايخ ولا يشوفون بيكونون يعلنونها صراحه، ما في داعي ان هذا يكون ذكر اسمهم. لكن الناس ضد التطرف هذا، ضد العنف، ضد حتى إذا عندها أفكار مفروض بالعدل بالمحاورة ليس بالعنف وقتل الأبرياء وقتل أخواننا المسلمين مع بعضنا البعض. لا يسمح به ديننا ولا أخلاقنا ولا عاداتنا ولا تقاليدنا. نرجع نحن بين البين كأننا في أيام جاهلية ولا في أيام جهاد ضد بعضنا البعض. ولكن الرئيس اليمني يعني منذ أيام فقط ألقى كلمة نارية وتعهد بأن يجتث اجتثاثا القاعدة من اليمن. يعني هل أنتم مع هذه الحملة، مع هذا التوجه؟ احنا أكيد ضد هذه الأفكار المتطرفة وضد هذه الآفة، والناس كلها تنبغي أن تكون واقفة مع هذا الاتجاه، مع السلطة على نبذ العنف والتطرف في هذه الأمر. ينبغي مساندة فيما يجب مساندة النبي. ايش حاجة اليمن مثل هذه العجائب اللي يصبح بؤرة؟ لأنه عندك مثلا أصبح كلهم مثلا من أبناء اليمن ولا من قبائل اليمن، قد تحصل قد تفاوض قد تتناول معهم قد تحاورهم، لكن أغلب الأمور هذه من خارج اليمن هذه الأمور صعبة حتى أن يأثروا، لأن في النهاية والأخير هم هذه الأشياء هم سواء صلاح اليمن سواء أمنة سواء اتجاه التدمير. فينبغي أن يكون حد بالنسبة كمان هذه الأجانب يكون لهم موضوع محدد، لأن الأغلبية الذي باقي على الأرض والذي من خارج اليمن. أشكرك جزيل الشكر شيخ عوض بن الوزير العولقي أحد مشايخ قبائل شبوة. شكرا لك.